بأحد السنوات نيمار قال إنه كنت أنا وميسي نساعد سواريز كرمال يقدر ينافس كريستيانو رونالدو على جائزة الحذاء الذهبي. بفترة 2014 ل 2017 الثلاثي تبع برشلونة اللي هو الام اس ان قدر يحقق دوري أبطال واحد وكرة ذهبية وحدة بس، بينما الأسطورة كريستيانو رونالدو بنفس الفترة قدر يحقق هاتريك دوري أبطال وهاتريك كرات ذهبية. هلا أنا حاليا ما عم بحكي هيك كرمال أقول للناس إنه كريستيانو خارق، لأنه هذا الموضوع منتهين منه، وكريستيانو معروف إنه إعجازي وما في أي لاعب بيقدر إنه ينافسه على شيء. لكن كلام نيمار لقيته فرصة جدا مناسبة لحتى وضح نقطة معينة، يلي هي إنه كلام نيمار حرفيا يطبق على برشلونة. برشلونة لو كان قادر إنه يستعين بشياطين الأرض لحتى ينافس ريال مدريد والله ما كان قصر. هو عم يستعين بالتحكيم، عم يستعين بنجريرا، عم يستعين بالمحاكم، ما عم بيخلي طريقة إلا ويستعين فيها كرمال يقدر ينافس ريال مدريد. يلي بيعملوا ريال مدريد بموسم واحد برشلونة يمكن بده تقريبا 10 مواسم لحتى يعمل مثله. ومو والله إذا برشلونة فاز على ريال مدريد مباراتين ورا بعض فهذا الشيء بيعني إنه برشلونة أقوى. لو المواضيع بتنقاس بهي الطريقة فبكل بساطة بيكون البايرن هو مو بس الزوج الشرعي لبرشلونة، صدقوني وقت البايرن بيكون، أقول لك والله ما بدي أحكي لها الكلمة لأنه بخجل. ولك صيح.